في ظل التقدم وتطور وسائل التعليم في العالم، يفتقد العراق لأبسطها، مما جعل عجلة التعليم متأخرة. أسبابا عدها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي متعلقة بالتمويل وتقشف الميزانية. عفوا للكتب الدراسية موجودة، ولكن التمويل من قبل وزارة المالية ما صار. يعني وزارة المالية حتى تمول، يعني كل الوزارات بها تخصيصات. اللي صار أنه الإيرادات لهذه السنة الموازنة بها إيراد معين بناء على سعر برميل النفط اللي هو $45، هذه ما تحققت الإيرادات. لكن هنالك أسبابا جوهرية بعلم أو بغير علم الحكومة المركزية ووزارة التربية العراقية. حسب شهود عيان من الجيش العراقي، إن هناك أكداسا من الكتب قد احتجزها تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الرطبة غربي الأنبار، يقدر عددها حمولة 2 تريلا لكل من مادة التاريخ والرياضيات والإنجليزي للسادس والخامس الابتدائي. أنا جاي يعني مخصوص لشراء بعض الكتب لأطفال تبرعوا من مالهم الخاص. مال ثالث ابتدائي دا اخذ، ومال سادس علمي، وثاني واول ابتدائي هم ماكو الحمد لله، هو كل الابتدائي ماكو. تساؤلات عديدة يطرحها الشارع العراقي. هل توجد كتب محتجزة في أماكن أخرى لا تعلم بها وزارة التربية؟ وهل سوف تهرع الوزارة لجلب هذه الكتب لإنهاء الأزمة التي دفعت الأهالي والمتبرعين لاستنساخ المواد الدراسية؟ من بغداد، مهند السلمان.